السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة مكتبة الدار العزيزة. نتمنى تكونوا بخير أخواتي. فإن شاء الله اليوم غادي نقدم معكم هذه الحليوة من حلويات الزمن الجميل. حلوة رائعة في المذاق، كتجي زوينة بزاف، أكثر من رائعة في المذاق. هي بسيطة ولكن راه واحد المذاق فيها هائل. فنخليكم إن شاء الله ما نطولش عليكم، فندوزوا المقادير وطريقة التحضير إن شاء الله، هو فرجة ممتعة. فبسم الله على بركة الله. غادي نحتاج في المكونات، عندي هنا 4 ديال البيضات. بالنسبة للبيض إلا كان كبير ديروا فقط 3، فدرت 4 ديال البيضات كاملين. غادي نضيف عليهم كأس ونصف من سكر سنيدة. فغادي نضيف كذلك ساشي ديال الفاني بوزن 8 غرام. غادي نضيف واحد ساشي ديال السكر بنكهة الزهر. ممكن تعوضوه بالقشور ديال البرتقال او القشور ديال الحامض. كنضيف هنايا الملح على حسب الذوق. وعندي هذا المكون هذا اللي هو معلقه صغيره ديال القشور ديال المندالين اللي كناخذهم كنيبسهم وكنطحنهم وكنحتفظ بهم هكا، كنسم بهم هكا الحلويات ولا الكيك ولا اي حاجه، فكيجيو رائعين ان شاء الله. غادي نشارك معكم الطريقه مني وصل ان شاء الله الوقت ديال المندالين. فكيجيو بالقشور ديال المندالين كيجيو رائعين. المهم كنضيف هنايا 2 الملاعق من الفلون كراميل، يعني الفلون ديال الكراميل ضروري كديروا الكراميل. هاد انا استعملت هاد الماركه هادي. صافي كنخلط هاد المكونات مزيان مزيان، ضروري كتخلطوا بالضرب اليدوي، كتخلطوا مزيان مزيان هاد المكونات باش يعني حتى ديك السنيده تذوب لينا. كنضيف من بعد 2 الكيسان، يعني كل كاس نقص ربع ديال الزيت نباتيه. كنضيف الكاس الاول كاس الا ربع، وكنخلط وكنضيف كذلك الكاس الا ربع الثاني. كنخلط المكونات هنا مزيان مزيان، ضروري كتخلطوهم. فكنخلط على هذا الشكل، وكيكون الخليط عندي كيف كتشوفوا معايا في لا فيديو، كيكون على هذا الشكل هذا، يعني الخليط كيكون خفيف بزاف. صافي هنا كنحاول نفرغه في اناء اخر اللي كيكون كبير شويه باش كنزيد عليه الدقيق. صافي كنضيف هنايا 2 الخمارات بوزن 16 غرام. انا عندي هنا الخماره فيها 16 غرام، نتوما ضيفوا 2 الخمارات حمرين. صافي ضروري كنغربلهم وكنبدا نضيف في الدقيق. بالنسبه للدقيق هنايا درت الدقيق ديال الفارينه. نتوما الا بغيتو ديروا الدقيق ديال الفورص فممكن ديروا، انا كان متوفر عندي دقيق فرينه فقلت من الاحسن نضيفوا نديروا هو. الا عندكم فرص فممكن تخدموا بالدقيق الفورص. بالنسبه للكميه ديال الدقيق زادت ليا تقريبا 750 غرام. نتوما كتضيفوا، نتوما كتخلطوا، فالعجين ما كتكونش قاصحه بزاف وما كتكونش مرخوفه بزاف، يعني بحال العجين ديال الصابلي. وانتوما كتضيفوا الدقيق وانتوما كتجمعوا حتى كتحصلوا على العجين تكون شويه مرخوفه، يعني ما كتكونش مرخوفه بزاف كيف كتشوفوا معايا في لا فيديو، بحال العجين تماما ديال الصابلي، كتكون خفيفه شويه. صافي راه غير كتديروا بها كويره بحال هكا، كتكور لكم بين يديكم. صافي كتكتفيو من اضافه الدقيق. صافي كنغطيها هنا بالبابي سولفيغيزي وكنخليها بين ما وجدت لاطا والمسائل ديالي. فهنا خديت اللاطا فرشت ليها البابي كويسون. ضروري كديروا هذا الورق هذا. وكنحتاج هنا القرنفل ممكن ديروه ممكن لا، فهنا كيبقى غير اختياري، ولكن راه حتى هو كيعطي الحليوه مذاق زوين بزاف. وكنحتاج كذلك الزيت باش كندهن يدي. كنبدا ندير من العجين كويرات. بالنسبه للحجم فكديروا تقريبا 24 حتى ل 25 غرام. الا بغيتوها صغيره فكديروا 22 غرام، يعني كيبقى لكم الاختيار. هنا درت 25 غرام، يعني 24 25. صافي كنحاول ندير العجين كلها كنديرها كويرات وانا كندهن يدي بالزيت. ضروري كدهنوا شويه بالزيت ماشي بزاف، غير مسحه هكا. هنا بعد ما كملت العجين اللي عندي كامله درتها كويرات وستفتها في اللاطه.
فضروري كتبعدوا بين الحليوه والحليوه. وكناخذ هاد القرنفل وكنزين به على هذا الشكل هذا، يعني كنحط كل قرنفله في الحلوه في الوسط، فهذا كيبقى تزيين وصافي. فبعد ما كنكمل هنا راه نسيت وحيده ما وضعتش فيها. صافي هنا بعد ما كمل فكندخلها الفرن اللي شاعل غير من التحت، كيكون شاعل من قبل على 180 درجه، شاعل غير من التحت، غير كتبان ليا بدات كتحمر، ما تخليوهاش طيب بزاف اولا تحمر بزاف باش ما كتقصاحش معاكم. كتاخذ هذا اللون الذهبي فقط، كنشعل عليها من الفوق وكنخرج الحليوه ديالي، وهكا كتكون عندي الحلوه واجده. فكتجي بنينه لذيذه وكتجي زوينه بزاف وكتذوب في الفم. غير هي ما تخليوهاش طيب بزاف في الفرن، فقط كتاخذ لون ذهبي وكتخرجوها، كتاخذ هذا اللوين هذا وهكا كتكون عندي واجده. فراه كتجي رائعه في المذاق، صدقوني جربوها، ولو غير كميه كميه قليله، يعني المقادير قسموها على جوج وجربوها. فهي كتعطي كميه، يعني كميه لا باس بها، كتجي زوينه، كتجي مشقه من الفوق دوك التشققات خفاف، يعني ماشي بحال البهله اولا بحال الحلويات اللي كيتشقوا بزاف، هذه فقط غير تشققات صغار كيجيو من الفوق. كتكون على هذا الشكل هذا، ونتمنى يا ربي تعجبكم حلقه اليوم. ما تنسوناش بلايك الفيديو فضلا وليس امرا. الناس اللي كيشاهدوا القناه اول مره ما تنسوناش بالاشتراك والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. فنتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم، نتمنى تعجبكم حلقه اليوم. فما نطولش عليكم، خليت لكم الراحه، ونلتقوا ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.